عمرك حسيت إنِك المفروض تبقى حاجة كبيرة، وإنك لو ما كنتش استثنائي يبقى فاشل؟ ده بالضبط اللي كان شاغل دينا الفترة دي، بس المفاجأة إن الإحساس ده هو اللي كان بيكسرها من جوه. بداية القصة في يوم كده الجو كان رايق في البنك، بس دينا كانت قاعدة ساكتة بشكل مريب. أميرة لمحت إن في حاجة غريبة، قالت لها وهي بتشرب قهوتها: مالك؟ أول مرة أشوفك سرحانة كده من غير ما تشتكي. دينا بصوت واطي: مش عارفة أقول لك إيه يا أميرة، حاسة إني عايشة عادي وده بيخوفني. أميرة بدهشة: يعني إيه عايشة عادي؟ دينا: يعني أنا طول عمري شايفة إني لازم أبقى حاجة كبيرة، لازم أحقق حاجة عظيمة، أو أبقى مشهورة، أو أسيب أثر، بس كل يوم بيعدي باحس إني شخص عادي، ومع الوقت بقيت حاسة إني فاشلة. أميرة بصت لها لحظة وسحبت كتاب فن اللامبالاة اللي كانت دايما شايلاه، وقالت لها: عارفة مانسون بيقول إيه؟ بيقول إن مش لازم تكوني مميزة علشان تكوني مرتاحة، وإن أكبر فخ هو إنك تفتكري إنك لازم تبقي حاجة عظيمة علشان تحسي بقيمتك. دينا باستغراب: يعني المفروض أقبل إني عادية؟ أميرة: أيوه، لإن القبول ده هو اللي هيريحك. أنتِ مش محتاجة تبقي الأفضل، بس محتاجة تشتغلي على نفسِك وتكوني صادقة مع اللي بتحبي تعمليه، وده في حد ذاته إنجاز. دينا سكتت شوية وبعدين ضحكت ضحكة خفيفة وقالت: يعني اللي ما كنتش شايفاه إن الضغط اللي أنا فيه هو بسبب أفكاري مش واقعي. دينا بدأت تفهم إنك مش لازم تبقى بطل خارق علشان تعيش حياة كويسة. وأنت كمان يا صاحبي الجميل، قُل لي، هل عمرك حسيت إنك مش ناجح لإنك مش مميز كفاية؟ هل ده بجد والّا بس فكرة في دماغك؟ شاركني في الكومنتات وقُل لي إيه اللي بتسعى وراه، ويمكن تكتشف إنه مش هو اللي كنت محتاجه فعلًا. ويالّا بينا يا صاحبي الجميل، استناني في الحلقة الجاية لمّا دينا تكتشف إن المعاناة مش دايمًا حاجة وحشة، ساعات بتبقى الطريق للمعنى.